كلمات ناس كتير بترددها دون وعي، زي في أزمة الأدوية مثلا اللي حاصلة بقالها قرابة العام. ناس كتير تلاقيهم كاتبين على فيسبوك: الصيدليات تحتكر الأدوية، عايزين الجهات تدخل تراقب الأدوية، تقتحم الصيدليات وتطلع الدواء اللي الصيدليات مخبياه. هذا إن دل يدل على جهل، ويعني ينم عن جهل وجهل فج. من امتى الصيدليات بتخبي الدواء؟ من امتى الصيدليات ممكن يكون عنده دواء ومخبيه؟ هو محدش فيكو عارف ان الازمه دي ازمه تصنيع؟ هناك بعض المصانع توقفت لعدم وجود الماده الخام، وهناك خطوط انتاج اخرى هناك من يحتكر هذا الانتاج وياخده ويصدره للخارج دون المنتج المحلي او دون التوزيع محليا. يا جماعه، قبل ما تتهم حد حاول ان انت تفكر في اتهامك ده. وهل كل الصيدليات كده في وقت واحد على مستوى الجمهورية أصبحوا محتكرين، وهم اللي بيحتكروا الدواء وهم اللي بيخبوا الدواء؟ صيدليات بقالها معاك عشرات السنين بل مئات السنين ولها أسماء، فجأة النهاردة بقت هي الأزمة في الصيدلية، مش الأزمة في المنتج، مش الأزمة في المحتكر اللي احتكر صناعة الدواء وبياخده يصدره للخارج، أو موقف الإنتاج علشان يزود أسعار بعض الأدوية. فخلي بالك من كلامك.